السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأخرنا عليكم بس فعلا ما كانش بإيدينا. احنا بنتابع فيديوهات القناة كلها من دولة الإمارات العربية الشقيقة، ولكن للظروف اللي فاتت كان عندنا شوية تحديات إن احنا نعمل أي فيديوهات أو إن احنا نبث أي فيديوهات على القناة. الحمد لله الوضع استقر كتير جدا واحنا بخير الحمد لله، ونحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها. قصة النهاردة حصلت في أمريكا في بلدة اسمها ستابن، ودي كانت بلدة هادية في ولاية نيويورك، بلدة مشهورة بالأراضي الزراعية والناس كانت عايشة الحياة فيها بكل بساطة. فجأة ظهر شخص في البلدة دي غير كل شيء، وهو برنارد هاتش، واللي معروف في القصة دي بالتحديد بقاتل تل البطاطا. الراجل ده الجرائم بتاعته قلبت حياة البلدة رأساً على عقب، وأثارت الرعب في قلوب السكان هناك، من جرائم قتل غامضة لاختفاءات صادمة إلى أسرار مظلمة للأسف كلها ما انكشفتش. حكاية هاتش مش مجرد قصة عن الجرائم دي، ولكنها قصة عن الغموض والخوف اللي أثبتت إن الشر أحياناً بيستخبى في أقصر الأماكن هدوءاً، والجار اللي أنت بتفتكره شخص مألوف ممكن يخفي وراه أسرار مظلمة لا يمكن ليك إن أنت تتخيلها. علشان كده السكان هناك اتصدموا صدمة كبيرة ومرعبة لما تفاصيل جريمة قتل بشعة ظهرت للعلن سنة 1973. أنا محمد موافي، وأنت دلوقتي بتتفرج على كريمنال بالعربي. القصة النهاردة هتتكلم عن برنارد بول هاتش، اللي اتولد يوم 5 مارس سنة 1940 في ولاية نيويورك لأب اسمه بول ومامته كان اسمها فلورنس. هاتش كان أكبر حد في إخواته، وللأسف مفيش أي معلومات كتيرة معروفة عن الطفولة بتاعته. ومع ذلك توماس بلانش مؤلف كتاب قاتل يدعى هاتش مذبحة على تل البطاطا، قصة حقيقية. المؤلف ده ذكر وقال إن هاتش حصل له حادثة في انقلاب جرار زراعي، وهاتش في الوقت ده كان عنده 11 سنة، وقعد في المستشفى حوالي 4 شهور لحد ما تم شفائه. ومش واضح هل الحادثة دي سببت ليه أي تلف في المخ أو لأ، أو كان ليها تأثير بعيد المدى على حياته بعد كده. وفي السنة اللي بعدها وهو عنده 12 سنة والده توفى. هاتش ترك المدرسة الثانوية وهو عنده 16 سنة، وبعدها بسنتين بس قابل زوجته المستقبلية اسمها أندريا، والمقابلة دي كانت في المعرض الحكومي اللي موجود هناك. واتجوزوا في شهر يوليو سنة 1959، والجواز بتاعهم تم في جزيرة اسمها ستاتن. وبعد الجواز ده بفترة صغيرة هاتش تطوع في قوات مشاة البحرية الأمريكية، وواضح هنا إن هاتش وأندريا كانوا انفصلوا عن بعض وقت ما بنتهم كاساندرا اتولدت على طول، وده كان في شهر فبراير سنة 1960. وبعد كده اتصالحوا لفترة قصيرة سنة 1961، وساعتها هاتش شاف كاساندرا لأول مرة في حياته. وفي أكتوبر سنة 1963 هاتش هنا ابتدى الجرائم بتاعته واغتصب بنت عندها 16 سنة. وفي نفس الوقت هاتش ربط صاحب البنت دي بالقرب منهم وأجبره إن هو يشوفه وهو بيغتصب صاحبته، وبالفعل تم إدانة هاتش هنا بالجريمة دي واتحكم عليه بالسجن 25 سنة. ولكن الغريب في القضية دي إن هاتش قضى 3 سنين فقط وتم الإفراج عنه. وكان معروف عن هاتش ده إن هو كان بيعذب الحيوانات لدرجة إنه ضرب النار على قطة وقتل البقرة بتاعة الجار بتاعهم. وبعد كده هاتش وأندريا انفصلوا مرة تانية، وفي سنة 1970 هاتش ابتدى علاقة جديدة مع اللي بيسموها سنجل ماذر، أو ست مطلقة وبتعول بنتها أو ابنها. البنت دي بالتحديد كان اسمها ليندا كادي، وكان سنها في الوقت ده 25 سنة، والعلاقة ما بينهم دخلت في الجد بسرعة. ليندا سحبت مبلغ بالدولار 375 بالتحديد من الحساب البنكي بتاعها، وانتقلت تعيش مع بنتها ليزا آن، واللي كان عمرها وقتها 7 سنين، وده بس عشان تكون قريبة من هاتش. قبل اختفائها فترة صغيرة اتقال إن ليندا قالت لأصحابها إن هي حامل. آخر مرة اتشافت ليندا وبنتها ليزا آن كانت يوم 19 يونيو 1970، وفي اليوم اللي بعده هاتش اتشاف في الشغل وهو على وشه جروح كأنها آثار خربشة. وفي خريف نفس السنة سنة 1970 هاتش ابتدى يواعد ست جديدة اسمها لورين زينيكولا، وهي متجوزة وعندها 3 أطفال. ولكن بعد وقت قصير سابت جوزها وطلبت منه الطلاق، وقالت لصديقة ليها إن هي ناوية إن هي تسيب البلد وتاخد عيالها وتتجوز من هاتش. لكن يوم 8 يوليو سنة 1971 لورين سحبت مبلغ 4000 دولار من حسابها البنكي وراحت بالفعل تقابل هاتش. اليوم اللي بعده كانت دي آخر مرة يتشافوا فيها هي وعيالها، ولحد النهاردة ما تلاقاش ليها أي أثر. عندنا ضحية جديدة من ضحايا هاتش وهي ماري روز. دي ست كبيرة عندها 56 سنة، وكانت بتشتغل كاتبة شؤون في إدارة
الخدمات الاجتماعية في مقاطعة أونايدا. ولكن القاسم المشترك هنا إن هي كانت ست مطلقة وعندها 5 أطفال. وفي فجر يوم 26 إبريل سنة 1973 ماري روز ما كانتش عارفة تنام بسبب الأرق، فقررت إنها تنزل تتمشى شوية. ماري آخر مرة حد شافها فيه كانت موجودة في شارع اسمه كورت، ده بالتحديد كان الساعة 3:30 الصبح، وكانت ماشية جنب محطة البنزين المحلية اللي هي شيل، واللي للأسف برنارد هاتش كان شغال فيها وردية بالليل. وحسب التقارير آخر مرة اتشافت فيها كان جنب ترمبة البنزين، وكان باين إن هي تايهة ومش على بعضها. في شهود عيان منهم المزارع جيمس ويفر قالوا إن هما شافوا عربية لونها أخضر وبتجر وراها حاجة بيضة ممكن تكون كأنها جثة على طريق تل البطاطا في نفس صباح اليوم ده. اللي قلقهم أكتر إن هما لقوا أثر واضح لدم منقط على مسار العربية الخضراء دي طول الطريق، والأثر ده انتهى عند بقايا هدوم واحدة ست كانت محروقة. وبعد وقت قصير تم التأكيد إن الدم والبقايا دي تخص جسم بشري. ماري روز محدش شافها بعد النزهة الليلية اللي هي أخدتها دي، غير للأسف يوم 29 إبريل لما الشرطة وكلاب البحث عثروا على الجثة بتاعتها. الجثة دي كانت جثة ماري، وكانت مدفونة في قبر سطحي، وكان مدفون معاها كمان متعلقات شخصية تخصها زي الخاتم بتاعها والنضارة. نتائج التشريح أظهرت إن ماري تم خنقها وبعد كده توفت، وبعد كده تم تقطيع أطرافها إيديها ورجليها، والأطراف دي تم دفنها في مكان تاني بعيد عن الجثة، وكمان تم ربطها وجرجرة الجثة ورا عربية لمسافة طويلة. للأسف بسبب معاملة الجثة بالطريقة البشعة دي ملامح الجثة كلها اختفت وكان صعب التعرف عليها. أوصاف الشهود للعربية الخضراء والسواق بتاعها خلت السلطات تفتح تحقيق مباشر مع هاتش، وعملوا تفتيش للبيت بتاعه، وبالفعل لقوا عنده جرايد عن وفاة ماري روز، وكمان جمعوا الشعر وألياف بشرية من حبل كان موجود جوه شنطة العربية بتاعته. وخلال التفتيش لقوا ملابس خاصة بليندا وبنتها ليزا آن كادي. وهنا تم القبض على هاتش، وده كان يوم 17 أكتوبر سنة 1973. تم توجيه ليه تهمة قتل ماري روز، ووقت اعتقاله اتقال إن هاتش صرح وقال كان لازم تشوفوا اللي عملته في الجثث قبل ما ادفنها. وبالرغم من كده فضل ينكر أي علاقة ليه بالقتل وما رجعش عن كلامه ده تاني خالص. وفي حادث مأساوي تاني زوجته السابقة أندريا انتحرت في يوم 27 إبريل سنة 1974، وده بعد ما زارته في السجن، ومحدش عارف إيه بالظبط اللي كانوا بيتكلموا عنه يخليها إن هي تنتحر وتقتل نفسها. في وقت قصير السلطات قدرت توصل لجثث تانية كتير، ودي كانت بقايا ليندا وليزا آن كادي، وده كان بالتحديد على مسافة ربع ميل من المكان اللي اندفنت فيه ماري روز. وبالرغم ان اتحدد ان سبب وفاتهم كان جريمة قتل، لكن ما قدروش يوصلوا للسبب الدقيق للوفاة. الشرطة كانت بتدور بشكل مكثف في مئات الأمتار حوالين المكان اللي لقيوا فيه البقايا بتاعة ليندا وليزا آن، وهنا المحققين جابوا خنازير وكلاب مدربة مخصصة للبحث، وده لأن المحققين لقيوا إن الخنازير عادة أفضل من الكلاب في الكشف عن القبور السطحية، ومع ذلك ما قدروش يوصلوا لأي بقايا تانية. وفي سنة 1975 تمت محاكمة برنارد هاتش. المحاكمة دي كانت بتهمة قتل ماري روز، والمحاكمة دي بالتحديد استمرت لمدة 4 شهور، وكانت الأطول والأغلى في تاريخ مقاطعة أونايدا كلها. استدعوا فيها للشهادة حوالي 100 شاهد. هيئة المحلفين ناقشت القضية دي بالتحديد لمدة 10 ساعات قبل ما تصدر حكم الإدانة، وتم الحكم على هاتش من 25 سنة للسجن مدى الحياة، مع إنهم ما وجهوش ليه أي تهم بقتل ليندا وليزا آن، لكنه يعتقد إن هو كان مسؤول عن ده برضه، وكمان عن قتل لورينز نيكولا وأولادها الثلاثة. هاتش أصبح قارئ شغوب بالفلسفة وهو موجود في السجن، وكمان أسس فرع لجمعية اسمها قدامى محاربي فيتنام، وده كان في منشأة أوبرين الإصلاحية، وده قبل ما يتنقل فعلياً لمكان تاني. كل طلباته للإفراج المشروط تم رفضها أكتر من مرة، وهو مستميت ومستمر إن هو ما قتلش وما غيرش كلامه ده أبداً. في لقاء صحفي سنة 2016 هاتش هنا صرح وقال: أنا ما عنديش أي إنكار جوايا، لو كنت أنا اللي عملتها إيه المشكلة؟ أنا قضيت في السجن 40 سنة على حكم 25 سنة بس، ولو أنا كنت مذنب كنت قلت لكم إن أنا مذنب من زمان. المدعي العام لمقاطعة أونايدا ماكنيمار صرح وقال إن هاتش من أشهر القتلة المدانين عندنا هنا في المكتب. برنارد هاتش كل الناس بتسأل عنه أكتر من أي قاتل موجود عندنا في الإصلاحية. ماكنيمار برضه صرح وقال إن هدف مكتبه إن يشوف أمثال هاتش في السجن مدى الحياة، وإن طبيعة الجريمة نفسها بتستلزم العقاب ده،
لأن دي كانت جريمة قتل بشعة بكل المقاييس، انتهت إن هو يسحل جثة ورا العربية بتاعته بعد ما قتلها. كمان كان في قضايا تانية في الوقت ده كان مشتبه في هاتش إن هو اللي عمل جرائم القتل دي، وبالرغم من كده عمره ما اتحاكم في القضايا دي برضه. وبالفعل ناس قبلي كانوا أدرى مني بالأمر ده كانوا مصرين إن هاتش ما يخرجش من السجن، وأنا كملت على نفس الرغبات دي. اللي فات ده كله كانت تصريحات ماكنيمار، وده هو المدعي العام لمقاطعة أونايد. لكن في حد تاني ملازم اسمه جيرالد براون، وده شغال في مكتب التحقيقات الجنائية في نيويورك، صرح وقال إن كل اللي أقدر أقوله إن هاتش شخص سيء جدا، الجرائم بتاعته كانت فظيعة، قضينا أكتر من سنة وإحنا بندور على الجثث دي، هو شخص مختل فعلا. شهرة الجرائم بتاعت هاتش خلت بعض الناس يبدأوا يسموا تل البطاطا باسم جبل القتل. برنارد هاتش المعروف بقاتل تل البطاطا توفى في المستشفى بتاعة الإصلاحية، وده بالتحديد كان في 8 نوفمبر سنة 2021، وده كان عن عمر 81 سنة. مع وفاة هاتش ترك وراه أسئلة بلا إجابات، هل فعلا كانت دي النهاية لكل أسراره المظلمة؟ ولا الماضي بتاعه لسه فيه خبايا ما ظهرتش لحد دلوقتي؟ الزمن بس هو اللي قادر يكشف حاجة زي كده. إذا كان في أي أسرار مظلمة تانية من الماضي بتاعه هتظهر تاني في يوم من الأيام. تل البطاطا أو زي ما بيسميه الناس دلوقتي جبل القتل هيفضل شاهد صامت على قصة قاتل كان سبب في رعب قلوب كل اللي عرفوه وعاشوا في ظل الجرائم بتاعته دي. انت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية. كمان سيب لنا رأيك في كومنت عن الحلقة دي، أو لو حابب تقترح لينا قصة معينة وحابب إننا نتكلم عنها سيب لنا تعليق عنها في كومنت. شكرا ليك.